نهاية قرعة أمريكا. في هذا الفيديو غادي نبين لكم الحقيقة الكاملة وراء ما يروج حاليا في مواقع التواصل الاجتماعي حول نهاية قرعة أمريكا هذا العام. واش بصح غادي تلغى قرعة أمريكا كما كيروجوا لها هاد الأيام؟ كما معروف قرعة أمريكا في المواسم الماضية كانت كتبدا من 3 أكتوبر وكتسالي مع 7 نوفمبر، ولكن حاليا اليوم 15 نوفمبر وقرعة أمريكا باقي ما تلقاتش. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نعطيكم تفاصيل حقيقية حول هذا الموضوع، وشنا هو الأمور اللي تزاد في هذه القرعة، حيث كاين واحد الجديد إن شاء الله غادي نطرقوا ليه في هذا الفيديو، وكذلك غادي نطرقوا مجموعة من المعلومات المهمة اللي كتهم هذه القرعات ديال أمريكا. بالنسبة لأول حاجة، الناس اللي جداد معنا في القناة مرحبا بكم في القناة، واشتراك في القناة باش ان شاء الله تبقاو توصلوا بالجديد ديالنا. وكذلك بالنسبة لأي واحد وصل هذا الفيديو بارطاجيه مع خوتو باش ان شاء الله تعم الإفادة. بالنسبة لأي واحد كيف العادة عنده شي إشكال يحطوا لي في التعليق ان شاء الله باش نستطيع نجاوب عليه، ولا ندير عليهم، ولا نجمع جميع الأسئلة وندير عليهم الفيديو كما العادة. واخوتي وخواتاتي باش ما نطولش عليكم في هذا الفيديو، بالنسبه للوزارات الخارجيه الامريكيه، اول جديد اللي جابت هذه السنه هو التسجيل في القرعه امريكا غيكون بواحد $، يعني هذا الشيء راه اعلنت عليه وزاره الخارجيه الامريكيه. وبالنسبه المصدر موثوق ملي كندخلوا الموقع ديال الوزاره الامريكيه، فهناك تغييرات غادي تكون على قرعه امريكا. فاش ندخلوا الموقع فراه كنلقاو انهم غادي يحددوا موعد قريب للتسجيل في قرعه امريكا. فالاخبار اللي كتروج حاليا حول الغاء قرعه امريكا فخبر زائف ولا اساس له من الصحه. فاش ندخلوا الموقع كنلقاو بان هما محددين لنا الموعد قريب، كيقولوا انهم غادي يحددوا واحد الموعد قريب للتسجيل في قرعه امريكا. وبالنسبه للاشاعات اللي كتروج حاليا، واش غادي يتزاد الباسبور هذا العام، وكذلك واش غادي تكون شروط جديده، فحاليا الشرط الوحيد اللي كان هو $1. بالنسبه لاي واحد وصل معايا للمرحله ديال الفيديو، ما تنساوش الاشتراك في القناه، ما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد، وبارطاجيو هذا الفيديو باش ان شاء الله يوصل للجميع كتشجيعا لنا. والى فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.